بإشراف مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور وبالتعاون مع الدفاع المدني ومؤسسة إكليل للنظافة البدء بالمرحلة الثانية من حملة تنظيف الكورنيش في مدينة دير الزور. تهدف هذه الحملة إلى إزالة الأوساخ وتقليم الأشجار المتراكمة على طول سرير النهر وأيضا مخلفات النظام البائد، للبدء بالمرحلة الثانية وهي إعادة تأهيل المنطقة لاستقبال المدنيين، باعتبار هذه المنطقة تعتبر المتنفس الوحيد لمدينة دير الزور، والتي كان قد حرم نظام الأسد أهالي مدينة دير الزور الذين تبقوا داخل هذه المدينة أثناء حصارها من الخروج إلى هذه المنطقة والتمتع بمناظر نهر الفرات الخلابة التي تعتبر وجهة سياحية في مدينة دير الزور.